طه أحمد العطاس وزميلي خلفان علي النقب. واضعين بين أيدي عدالتكم هذه الدعوة التي لا تمس طرفا بعينه بل تمس جوهرة العدالة الإنسانية. السادة وأصحاب الشرف، إن العدالة ليست مفهوما مجردا، بل هي الركيزة التي تقوم عليها الدول، والضمانة التي تحمي الإنسان من تغول السلطة وظلم القوة. فإذا غابت العدالة صار منطق الغلبة وضاعت الحقوق وأصبحت الإنسانية أسيرة الفوضى والعنف. ومن هذا المنطلق نقف اليوم أمام عدالتكم لا لنروي أحداث فحسب، بل لنكشف حقيقة انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة. السادة وأصحاب الشرف، إن القضية المعروضة أمام عدالتكم لا تقتصر على معطيات معزولة، بل تجسد نمطاً خطيراً من الجرائم التي تمس ضمير الإنسانية جمعاء، وتستدعي وقفة حازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب وصون كرامة الإنسان. إن هيئتكم الموقرة بصدد النظر في التهم المنسوبة إلى السيد بريما زعيم جماعة الماف وقبيلة التوغو، الذي يمثل أمام عدالتكم بصفته الشخصية دون أن تحول أي حصانة أو صفة رسمية دون مساءلة، وذلك وفقا للمادة 27 من نظام روما الأساسي. وتنصرف هذه التهم إلى ارتكابه جرائم جسيمة بحق سكان كوتولان، وتشمل الاغتصاب وقتل المدنيين والهجوم على منشآت طبية، وهي جرائم سنعرض عناصرها القانونية ومجرياتها تفصيلا بما يثبت قيام المسؤولية الجنائية الدولية في حقه. السادة وأصحاب الشرف، تدور أحداث هذه الدعوة في إطار دولة أرغستان التي تتسم بتعددها قبلي والإثني، حيث برز صراع بين قبيلة تومو بقيادة بريما وقبيلة كوتو بقيادة داكوتا. ومع تولي بريما السلطة شهدت الدولة تدهورا واسعا في الأوضاع السياسية والأمنية تخللته أنشطة إجرامية منظمة، من بينها الإتجار بالبشر والأسلحة والأعضاء البشرية، مما أضعف مؤسسات الدولة وأدى إلى انتشار الفوضى. وقد تعزز هذا الوضع بسيطرة جماعات إجرامية على مفاصل الدولة وتولي عناصر منها مواقع قيادية، من بينهم الجنرال دارين الذي أسندت إليه قيادة القوات العسكرية، وهو ما أسهم في عسكرة السلطة وتوظيفها لقمع المعارضة. وأمام ذلك برز داكوتا كصوت معارض مطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة القيادة، إلا أن هذه المطالب قبلت بالرفض، وتصاعدت الأحداث إلى احتجاجات واسعة تحولت لاحقاً إلى نزاع مسلح. ومع إعلان كوتولاند لجأ المتهم إلى استخدام القوة العسكرية، حيث انتشرت القوات المسلحة في الإقليم ونفذت عمليات واسعة باستخدام الأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتوثيق حالات متكررة من العنف الجنسي والنهب في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. السادة وأصحاب الشرف، لم تقف هذه الانتهاكات عند حدود العمليات الميدانية، بل امتدت إلى استهداف منشآت محمية، حيث أصيب داكوتا ونقل إلى المستشفى المركزي في جرانكو، ليصار إلى تنفيذ خطة ممنهجة لاغتياله اشتملت تعطيل شبكة الكهرباء في المنطقة بما في ذلك المستشفى، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على المرضى المدنيين. وقد تم تنفيذ هذه الخطة بموافقة المتهم عبر اختراق النظام المعلوماتي وإيقاف التيار الكهربائي، ثم إرسال قوة خاصة لتنفيذ عملية الاغتيال داخل المستشفى، وأسفر ذلك عن انقطاع الكهرباء لمدة يوم كامل ووفاة عدد من المرضى الذين كانوا يعتمدون على أجهزة طبية، في مشهد يعكس جسامة الانتهاك والمعاناة الإنسانية.
إن هذا السلوك يشكل دليلاً واضحاً على علم المتهم بالأفعال المجرمة وموافقته عليها، بما يقوم بمسؤوليته الجنائية وفق المادة 28 من نظام روما الأساسي المتعلقة بمسؤولية القادة والرؤساء. السادة وأصحاب الشرف، إن هذه الجرائم لم تمر دون توثيق، فقد وردت بلاغات متعددة تثبت وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، الأمر الذي دفع دولة غربستان إلى إحالة الوضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى ما توفر من أدلة على ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة. كما نشير إن المجلس الرئاسي المؤقت في كوتولاند قد أوزع إعلانا بقبول اختصاص المحكمة وفق الفقرة الثالثة من المادة 12، مما يعزز الأساس القانوني لاختصاص المحكمة بالنظر في هذه الدعوة. وبناء على ذلك أصدر المدعي العام أمرا بالقبض على المتهم تأسيسا على مسؤوليته الجنائية عن الجرائم المرتكبة، وهي مسؤولية سيقوم فريق الادعاء بإثباتها تفصيلا أمام عدالتكم من خلال عرض الأركان القانونية والأحداث والأدلة. السادة وأصحاب الشرف، إن هذه القضية ليست مجرد نزاع داخلي، بل اختبار حقيقي لقدرة العدالة الدولية على مواجهة أخطر الانتهاكات وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وعليه نلتمس من عدالتكم الموقرة النظر بعين القانون والضمير وإنصاف الضحايا الذين لم يجدوا ملاذا سوى عدالتكم وتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها هذه المحكمة. والآن نلتمس من عدالتكم السماح للزميل باستكمال عرض عناصر الاتهام وبيان أركان الجرائم ومحل هذه الدعوة.